انت مجنونة يا ست انتي. ازاي توقعي عليا مية مغلية؟ هي حصلت للدرجة دي؟ بتوصل انك تحرقيني؟ هي ناقصة دلعك انت كمان ولا ايه؟ غلطة، ما تاخدي بالك من رجليكي بدل ما تبصيلي. لا لا، انا جبت اخري بقى، كفاية اهانة وذل. بس تعرفي، كل حاجة من ساعة ما دخلت المطبخ النهاردة متسجلة ومتصورة صوت وصورة، والكاميرا شغالة وبتسجل كل حاجة، ولسه هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه. لكن حماتي ما صدقتنيش وفكرتني بهددها بالكلام. قامت مسكتني من شعري ونزلت ضرب فيا، وفجأة الباب اتفتح علينا، وكان آخر حد ممكن نتخيله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة النهاردة حلوة قوي، وإن شاء الله تعجبكم. أتمنى تدعموني بلايك للفيديو. بينا نصلي على النبي ويلا نبدأ. أنا رانيا، متجوزة عصام عن قصة حب دامت ما بيننا 4 سنين، وللأسف وافقت إن أنا أتجوز في شقة مامته تحت مسمى إن أنا بحبه، لأنه كان دايما يقولي: انت عارفة يا رانيا ظروفي وعارفة كل حاجة. أنا ما أقدرش أجيبلك شقة بعيدة عن بيت والدتي. أنا اتعودت أكون عايش معاها، وهي كمان ست كبيرة ما تقدرش تعيش لوحدها. ده غير إن أنا بحبك، يعني تستحمليني في كل ظروفي. ولا يهمك يا عصام، أنا أكيد مقدرة حاجة زي كده، وبعدين والدتك في عينيا، يعني ما تقلقش عليها. كنت بحب عصام ومستعدة أعمل أي حاجة علشانه، لكن للأسف اللي عرفت إنه ما بيحبنيش من قلبه بجد، وده بان عليه من أول أسبوع جواز. وده لما سمعته بيتكلم مع مامته في الأوضة وبيقول لها: طيب مضايقة نفسك كده ليه بس يا أمي؟ حاضر، أنا هخليها من هنا ورايح تصحى بدري علشان تساعدك في كل حاجة في البيت. لا طبعا، تساعدني ده ايه؟ انا عايزاها هي اللي تعمل كل حاجة. هي مش اتجوزت خلاص؟ يبقى واجب عليها تشيلنا هنا في كل حاجة، ولا هي خلاص اتعودت بقى على الدلع والراحة؟ لقيت حماتي وقتها بتشحن جوزي ضدي، علشان كده كان مخليني اعمل كل حاجة في البيت، والمفروض ان انا ما اتكلمش ولا افتح بقي. رضيت بالبهدلة والمرمطة في بيت جوزي، بس كنت بقول كله يهون علشان ما اخربش بيتي. وفي يوم عرفت ان عصام جايله فرصة شغل انه يشتغل في محافظة تانية. لقيت وقتها بيقنعني وبيقولي: دي هتبقى فرصة كويسة جدا ليا علشان أقدر أثبت نفسي في الشغل وأترقى. الواحد قليل جدا لما يجيله فرصة حلوة زي دي. ماشي يا عصام، بس أنا ازاي هفضل عايشة كده في مكان بعيد عنك؟ يعني ده احنا المفروض لسه عرسان جداد، المفروض انك ما تسيبنيش ولا تبعد عني كده. هو في ايه يا رانيا؟ مالك بتكبري الموضوع كده ليه؟ وبعدين عادي يعني، هو انت عايشة لوحدك ولا ايه؟ انت قاعدة هنا في البيت مع امي، واكيد طبعا لو احتجتوا اي حاجة هتكلموني وتعرفوني. ما كنتش وقتها قادرة اوصل لجوزي فكرة ان انا مش هحس بالامان وهو مش موجود في البيت، لكن للأسف حماتي وقفت قصادي وقالت لي: جرى ايه يا رانيا؟ هو انت عايزة توقفي حال جوزك وتخليه يفضل قاعد جنبك هنا ولا ايه؟ ما تسيبيه يا حبيبتي يروح يشوف اكل عيشه ويشتغل، ولا انت دايما كده تحبي توقفي المراكب السايرة؟ انا اكيد ما اقصدش كده يا حماتي، انا بس بقول لو يشتغل في فرع الشركة اللي موجود هنا في المحافظة بدل ما يسافر ويتغرب بعيد عننا كده. لا يا حبيبتي، يا ريت مالكيش دعوة خالص بالمواضيع دي كلها، اخرجي انت بس منها وسيبي ابني يشتغل ويشوف اكل عيشه، وانا وانت بقى هنا مع بعض لينا حساب تاني. ساعتها ما كنتش فاهمة كلام حماتي، بس كنت عارفة انها مش ناوية على خير. ومن اول يوم سافر فيه عصام وقرر انه يستقر في البلد اللي راح فيها، قال انه مش هيعرف ينزل تاني غير يومين اخر الشهر. وطبعا انا ما كانش قدامي حل غير ان انا اوافق على كل اللي بيحصل. اتفاجأت لما لقيت حماتي بتقولي وهي بتاخد من الفلوس اللي كان جوزي سايبها لي: هاتي الفلوس دي، هتفضل معايا انا، علشان انا عارفة ان ايدك سايبة، واي فلوس معاكي هتصرفيها على طول. انا هنا اللي همشي البيت بمعرفتي. يعني ايه الكلام ده يا حماتي؟
ايه الفلوس دي اصلا؟ المفروض انها مصروف الشخصي وبعيد عن مصاريف البيت خالص. هو انت ليه بتحبي تتحكمي في كل حاجة كده؟ انت هنا مش علشان تجادليني في كل حاجة وتقفي قصادي كلمة بكلمة كده. اللي انا اقوله هو اللي هيتنفذ. انا حماتك وواجب عليك احترامي. حاولت ان انا افهم حماتي ان الفلوس دي فلوس جوزي سايبها لي علشان اصرف منها في غيابه، لكن هي كانت مصممة انها هي اللي تمسك المصاريف. ولما كنت بكلم اختي واشتكي لها من حماتي ومن تصرفاتها معايا، كانت اختي بتهون عليا وتصبرني. لكن لما حماتي كانت بتشوفني بعد ما اخرج من الاوضه الاقيها بتقولي: هو انت مفيش وراكي غير الكلام والرغي في الموبايلات؟ صدقيني هو ده اللي هيخرب بيتك وهيجيب النهية معاكي. انت واحدة مش مسؤولة عن اي حاجة ولا حاسة بجوزك وبتعبه علشان خاطرك. انت ما عندكيش اي احساس بالمسؤولية. هو في ايه بقى يا حماتي؟ ما تسيبيني في حالي شوية. ليه دايما كده حطاني في دماغك؟ وبعدين انا بعمل كل حاجة في البيت وبسمع كلامك، يعني مش بعصي ليكي اي امر علشان تعملي معايا كده. انت ليكي راجل يترد عليه طالما بتعلي صوتك وبتبجحي فيا كده. ما هو صحيح اللي اختشوا ماتوا. كنت بسمع كلام حماتي وانا متضايقة ومقهورة منها، واللي زاد وغطى لما لقيتها بتشتكي لجوزي وسمعت منها أبشع كلام في حقي، وده لما لقيتها بتقوله في الموبايل. دي واحدة مش محترمة أبدا يا عصام. أنا مش عارفة بس هو أنت جبتها من أي مصيبة؟ على طول صوتها عالي وبتزعق، ده غير المكالمات اللي على طول على ودانها ما بتفصلش أبدا. أنا معرفش بس أنت عملت فيا كده ليه يا ابني وجبتيلي المصيبة زي دي؟ عصام لما كان بيسمع الكلام ده من مامته كان بيبقى مش طايقني. وطبعا حماتي لما كنا بنختلف انا وهي في اي حاجة الاقيها تمد ايديها عليا وتعلي صوتها وتشتمني كمان، لحد ما زهقت منها في يوم وقلت لها: ما ينفعش بقى البهدلة وقلة القيمة دي كلها. انت على طول تزعقي فيا وتبهدليني وزي ما يكون جايبني من الشارع. انا مبرضاش اتكلم ولا جادل معاكي علشان انت ست كبيرة في السن، كنت بعملك احترام، بس للأسف ما تستاهليش مني اي احترام ولا حتى اخدمك. لا بقى ده انت بجحة علشان تتكلمي معايا بالاسلوب ده، وانا دلوقتي هعرفك ازاي اعلمك الادب. للأسف لقيت حماتي استقوت عليا علشان أنا كنت طيبة ومتساهلة معاها. ولما جيت أشتكي لعصام من مامته لقيته نزل أجازة من شغله، ولو إن ده كان صعب جدا. وطبعا لقيته متعصب عليا وبيقولي: ما ينفعش بقى الأسلوب اللي احنا فيه ده، كل يوم أسمع شكاوي من أمي بسببك. هو انت ليه دايما تصغري مخك كده؟ انت بجد واحدة فاضية وتافهة. وبعدين انت جاية هنا البيت علشان تسمعي الكلام وبس، انما التفاهة اللي انت فيها دي ما تنفعش. وانا بقى مش مكنة حديد يا عصام، واجب عليا انها تفضل تشتغل وتتعب عشان خاطرك انت ومامتك وبس. وياريت في الاخر حد فيكم بيقدر حاجة زي كده. ده انا وافيت اتجوز في شقة مامتك على عزلها القديم، وقلت كل يهون علشان نبقى مع بعض. بس انا من يوم ما اتجوزت ودخلت بيتكم هنا ما شفتش يوم واحد كويس. حماتي وقتها فضلت تسخن جوزي عليا لحد لما خليته يمد ايده عليا كمان. وطبعا اليوم ده بالليل لقيتها بتتكلم معاه وبتقوله اللي صدمني بمعنى الكلمة. وطبعا هي قالت له كده لان اخيرا كان واقف في صفي وبيدافع عني لما حس ان مامته مزوداها عليا. اسمع كلامي يا عصام، مراتك ما تستاهلش ابدا انك تفضل طول الوقت تدافع عنها كده. طب ده انا امبارح بالليل سمعتها بتتكلم مع واحد في الموبايل، والمصيبة كمان انها بتجيبه هنا لحد البيت. انت بتقولي ايه يا امي؟ معقولة الكلام ده؟ طب انا ازاي مراتي هتعمل كده وانا المفروض بقفل عليها ما بدهاش حتى مفتاح البيت؟ اكيد في حاجة غلط. مراتك بتجيبه كل يوم وبيدخل من الشباك، وهي بتستغل ان انا ست كبيرة في السن وتعبانة وبتعمل كده يا ابني من وراك. ساعتها عصام جوزي لما سمع الكلام ده كان هيتجنن، وطبعا لقيته قلب عليا وبهدلني بسبب انه صدق كلام مامته. لكن اللي حصل بعد كده
ما كانش حد يتخيله. عصام قرر انه يركب كاميرات في البيت علشان يراقبني، بس طبعا أنا ما كنتش اعرف حاجة زي كده، وعرفت الكلام ده متأخر. لقيته سافر على شغله من غير ما يعرف اي حد باللي ناوي يعمله. حتى مامته هي كمان ما كانتش تعرف بالموضوع الكاميرات. وفي يوم حماتي كالعادة أجبرتني أغسل السجاد، لكن أنا وقفت قصادها وقلت لها: لا بقى يا حماتي، أنا مش هفضل عاملة زي الخدامة كده كتير. أنا تعبت خلاص وجبت آخري، وبعدين مش كل حاجة تبقى عليا كده أنا وبس. اسمعي كلامي يا رانيا أحسن لك. أنا عارفة إن أختك هي اللي بتقويكي وبتعصيكي عليا وبتخليكي ما تسمعيش الكلام، لكن أنا ما يعجبنيش الحال المايل ده. يلا قومي اعملي اللي قلتلك عليه. ساعتها رفضت إن حماتي تكون مخدماني عندها كده، والصدمة لما لقيتها مسكتني من شعري وكانت مستقوية عليا. فضلت تهددني وتقولي: انت عارفة طبعا لو فتحت بقك ولا اتكلمتي مع عصام نص كلمة في اي حاجة بتحصل ما بينا هعمل فيكي ايه. مش بعيدة البسك مصيبة واخليكي تتطلقي، واخلي عصام ابني كمان يطردك من البيت هنا بفضيحة. انت ست ما تعرفيش ربنا، وان شاء الله كل ده هيترد ليكي وهيقعد ليكي. حسبي الله ونعم الوكيل. حماتي كانت بتستنى اي فرصة علشان تأذيني فيها، وفي يوم لما كنت واقفة في المطبخ دخلت عليا وفجأة وقعت عليا المية المغلية. انت اتجننتي يا ست انتي؟ ازاي توقعي عليا المية المغلية؟ هي حصلت للدرجة دي؟ بتوصل انك تحرقيني؟ هي ناقصة دلعك انت كمان؟ وايه يعني غلطة؟ ما تاخدي بالك من رجليكي بدل ما تبصيلي. لا لا، انا جبت اخري، كفاية اهانة وذل لحد كده. بس تعرفي بكرة الايام توريكي، هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه، وربنا قادر على الظالم والمفتري. حماتي فكرتني بهددها بكلامي، وقامت مسكتني من شعري ونزلت ضرب فيا. كانت مفكرة ان كل اللي هي بتعمله هيعدي بالسهل، لكن فجأة الباب اتفتح علينا، وكان آخر حد ممكن نتخيله. عصام دخل علينا فجأة، والحمد لله ربنا نصفني وشالني من تحت ايديها. وكان مصدوم زي ما يكون كان عارف ايه اللي بيحصل، ولقيته واقف قصاد مامته وبيقول لها: ليه كده يا أمي؟ ليه تعملي كده في مراتي وتفهميني إن هي كمان بتخني؟ أنا ركبت كاميرات قبل ما أسافر بأيام، وكنت عامل حسابي أرجع تاني، وده علشان كنت عارف متأكد إن اللي هيحصل هيصدمني. كنت مفكر إني هثبت إن مراتي فعلا بتخني، لكن للأسف اللي عرفته صدمني فيك يا أمي. انت بتخرف تقول ايه يا عصام؟ مراتك هي اللي استفزتني، علشان كده خلتني اتخانق معاها ومدي ايدي عليها كمان. انما هي فعلا بتخونك وعلى طول بتتكلم بالساعات في الموبايل. ما هو اكيد يعني الكلام ده كله مش مع حد من اهلها. مراتك دي عايزة تتأدب وتتربى من اول وجديد. حرام عليك يا امي، يا ريت ما تظلمهاش اكتر من كده. انا خلاص عرفت كل حاجة وعرفت الحقيقة. مراتي بنت ناس محترمة وبتسكت عشان خاطر تعدي الدنيا، انما اللي شفته خلاني اعرف ان فعلا مش كل اللي بيحكي انه مظلوم بيكون عنده حق. يعني ايه الكلام ده يا عصام؟ يعني انت دلوقتي بتنصف مراتك عليا؟ طب وبعدين يعني ما انتوا كده ولا كده، مالكمش مكان غير البيت هنا. يعني هتفضل طول عمرك عايش هنا تحت رعايتي وبس؟ لا يا أمي، حضرتك غلطانة في قرارك ده. أنا هاخد مراتي وهنروح نعيش بعيد عن هنا. إحنا خلاص ما بقيناش صغيرين، ولا أنا لسه العيل الصغير اللي هيسمع الكلام حتى لو شايف إن في غلط وفي ظلم. والله حتى لو هعيش بالعافية في شقة بالإيجار، بس أهم حاجة أبعد عنك. طبعا حماتي ما كانتش متخيلة إن عصام يقف قصادها في يوم من الأيام ويقول لها الكلام ده. وفعلا قرر إنه ياخدني ونروح نسكن في شقة بالإيجار بعيدة عن بيت والدته. ولما رحنا هناك الشقة لقيته بيقولي: أنا عارف إنك متضايقة يا رانيا من ماما، وعارف كل اللي حصل ده مش قليل، بس صدقيني أنا هعوضك عن أي حاجة فاتت. صدقيني يا رانيا، أنا ندمت إن كنت مصدق ماما في كلامها، وهي للأسف كانت مخبية عني الحقيقة،
وبتوهمني بحاجة غيرها. أنا ياما قلتلك يا عصام، ياما قلتلك إن مامتك فعلا ظلماني وإنها بتيجي عليا، بس انت ما كنتش بتصدقني. ودلوقتي أنا حاسة إن في حاجة كبيرة بينا اتكسرت، جايز الأيام ممكن تداويها، بس أنا اللي شفته من مامتك واللي عشته معاها مش قليل إن أنا أنساه كده. عصام وقتها كان حاسس بالذنب بسبب اللي مامته عملته فيا، وإنه كان مصدقها وماشي ورا كلامها، علشان كده يحاول إن هو يعوضني، وكان بيشتغل وبيعمل كل اللي عليه علشان يصرف عليا ويجيب لي اللي أنا عايزاه. لكن أنا ما كنتش ناسية اللي مامته عملته فيا، علشان كده كنت بدعي عليها دايما، لحد ما في يوم سمعنا خبر سيء جدا، وده لما كنا نايمين بالليل ولقينا موبايل عصام بيرن، ولما رد لقيناها جارة حماتي اللي بيتها جنب بيتنا على طول، وبتقول لعصام: للأسف يا عصام يا ابني، احنا اتفاجئنا لما لقينا والدتك متوفية وشكلها بقالها أيام، لأن الجثة اتعفنت، ودلوقتي لسه مكتشفين الكارثة دي. يا ريت دلوقتي تيجي بسرعة علشان تتصرف. عصام وقتها ما كانش مصدق اللي بيسمعه من جارة والدته، لكن لقيته بيكلمني وبيطلب مني اجي معاه انا كمان. كنت مترددة في البداية ومش عايزة اروح بيت والدته، لكن اتصدمت لما روحت وشفت المنظر قدامي. لقيت حماتي باين عليها انها متوفية من ايام ومحدش كان يعرف. حسيت انها فعلا نهايتها كانت صعبة وبشعة بسبب ظلمها ليا وانها اتبلت عليا. وبعد ما دفنا حماتي، جوزي كان حزين جدا ومتضايق، لكن انا ما كنتش حاسه باي حاجه من ناحيه حماتي، ودعت لها بالرحمه وبس. ودي كانت نهايه قصه النهارده. لو عجبتكم ما تنسوش لايك واشتراك للقناه علشان تشوفوا قصص جديده كل يوم. سلام.